الثورة. طبعا كل النساء الحاضرات لهم إنجازات ونضال بساحة الثورة. بالأخير أكيد لكم كمان آراء ومكتسبات بالثورة تقدروا تلقوا وتعطوا آراءكم. المرأة والثورة، المكتسبات التي حققتها المرأة خلال ثورتها في روجافا وشمال شرق سوريا. ثورة المرأة في روجافا وشمال شرق سوريا تستند إلى مبادئ أساسية جوهرية أبرزها أيديولوجية تحرر المرأة. هذه الأيديولوجية تعني أن كل المفاهيم والمصطلحات تحمل في طياتها أيديولوجية خاصة بها وتبني نفسها على هذا الأساس الثابت. نحن الشعب الكردي نحمل أيديولوجية فريدة وخاصة المرأة الكردية. ففي 8 آذار 1998 اليوم العالمي للمرأة أعلن المفكر والفيلسوف عبد الله أوجلان عن أيديولوجية تحرر المرأة كأثمن هدية يمكن تقديمها في هذه المناسبة العظيمة، موجها نضال المرأة نحو آفاق عالمية بفكر استراتيجية غير مسبوقة. هذه الأيديولوجية تتناول المجتمع من كلا الجانبين وليس من جانب واحد فقط، إذ تسعى لتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين. تحرير المرأة ليس هدفها الوحيد بل تهدف إلى تحرير المجتمع بأكمله، على عكس مفاهيم الدولة السلطوية التي تتناول المجتمع من جانب واحد وتعتمد على الهيمنة الذكورية من الناحية القومية والطبقية والجنسية والأثنية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية. من العائلة أصغر خلية اجتماعية إلى مؤسسات الدولة الحاكمة، تسعى المرأة إلى تأسيس ثقافة وذهنية جديدة وإطلاق باراديما حديثة للحياة. المرأة هي القوة المحركة لأي تحول اجتماعي، تسعى لإعادة إحياء المجتمعية الأصيلة وتحديثها عبر تكثيف نضالها ضد جميع أشكال العنف والقهر. مقاومة المرأة أصبحت نموذجا يحتذى به عالميا، حيث تناضل ملايين النساء على هذا الأساس. المرأة تمتلك قوة كامنة منذ فجر التاريخ، وقد طورت نفسها عبر التدريب والتوعية، دخلت المجال السياسي وأصبحت صاحبة القرار في إدارة شؤوننا في جميع ميادين الحياة. قامت بتنظيم نفسها ضمن الكومينات والمجالس المجتمعية وأيضا ضمن وحدات الحماية الجوهرية لتتمكن من حماية نفسها والمجتمع من الاستهدافات. تعرفت المرأة على تاريخها وهويتها واستعادت إرادتها التي سلبت منها عبر العصور. باتت قادرة على التعرف على حقيقتها الجوهرية لتكون امرأة ذات دور فعال برؤيتها وإرادتها الحرة وخصوصيتها المميزة. لترسيخ ونشر أيديولوجية تحرر المرأة يجب أن تعزز ثقافة العدالة والمساواة بين الجنسين كأساس لا يمكن المساس به، ويجب أن تعتبر العلاقة بين الجنسين علاقة مقدسة مبنية على مبدأ العائلة الديمقراطية. يجب أن تبنى حياة بعيدة عن التفرقة بين أفراد الأسرة، حيث يشجع على نشر المحبة والاحترام المتبادل بين الجنسين والتعاون من أجل تطوير الوعي والفكر الحر بالإرادة الحرة. عندما تلعب المرأة دورها الريادي بهويتها ونضالها وتنشر طاقتها التنظيمية في جميع مجالات المجتمع والحياة اليومية، رئيسي على عاتق المرأة التي تتطلع بدور ريادي في تطوير وتوعية ثقافة الحوار الديمقراطي عبر النقاش المفتوح حول القضايا الأساسية في الحياة. إن التحدي الحقيقي يكمن في مواجهة الذهنية الرجعية التي ترفض التغيير، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال النضال والكفاح الفكري القائم على أيديولوجية المرأة الحرة المجتمعية. وفي هذا السياق بادرت لجنة التدريب في مؤتمر ستار بفتح دورات تدريبية للرجال في كوباني وعفرين شهبة والجزيرة، وقد أثمرت هذه الدورات نتائج ملحوظة، حيث حفزت الرجال على الانضمام والمشاركة في أكاديميات المرأة، مما يعزز من جهود تغيير الذهنية الذكورية وبناء مجتمع ديمقراطي متكامل. تنظيم المرأة الخاص. ثورتنا ثورة تحرير المرأة التي خاضتها المرأة تحت شعار المرأة الحياة الحرية، حولتها إلى ثورة مجتمعية شاملة بقيادة المرأة. أصبحت ثورة شمال وشرق سوريا نموذجا يحتذى به، وأصداؤها وصلت إلى كردستان، شنغال وروجلات، وتأثرت بها مناطق الشرق الأوسط والعالم خاصة في أفغانستان وإيران. أثبتت المرأة نفسها في جميع مجالات الحياة
وبالأخص في المجال العسكري من خلال مشاركتها في الحماية الجوهرية هفدجن وفي صفوف وحدات حماية المرأة يبهجي التي أصبحت منارة عالمية تهتدي بها النساء الطامحات للحرية. مثل هيلين، إيفانا وليجرين انضمت نساء من مختلف دول العالم إلى هذه الوحدات لأنهن وجدن إرادتهن في هذه الحركة التي لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب بل امتدت إلى المجالات السياسية والتنظيمية والاجتماعية والاقتصادية، مما أسس لنهضة نسائية شاملة وقوية. أكبر مثال على ذلك هي مقاومة لارين ميلكان في كوبانيا، حيث واجهت أكبر تنظيم إرهابي أي هو داعش، وأحدثت صدى عالميا مهدت الطريق لفتح أبواب العلاقات الدبلوماسية في الساحات الدولية. كذلك مقاومة أغسطا ضد الاحتلال التركي، وزهرة بركل الشامخة، ووردة الياسمين التي جمعت السياسة المزخرفة بمكونات المنطقة الساعية لبناء سوريا ديمقراطية. هؤلاء البطلات طالتهم يد العار والخيانة، وكذلك هند وسعدة شهيدات المؤسسات الخدمية اللواتي وضعن حجر الأساس لبناء نظام مجتمعي وديمقراطي في المنطقة، واستهدفتهما قوى الظلام لكسر إرادة المرأة العربية الحرة ونشر الفوضى بين المكونات. والأم عقيدة التي كانت تجسد العدالة والمساواة في المجتمع طالتها يد الغدر والاحتلال التركي الفاشي. مثل هؤلاء البطلات كانت زينب وجيان وروج ويسرى وليمان وهدية وتشيتشاك وبولي سلمو وفاطمة حجي، وكثيرات ناضلن وقاومن ببسالة ضد الذهنية الذكورية المتسلطة أمام تحرر المرأة. هؤلاء النساء جسدن روح المقاومة والإرادة الصلبة، وساهمن في كتابة تاريخ جديد للمرأة في المنطقة. تمثيل المرأة في المجتمع يتمثل في وجودها الفعال ضمن الكومينات والمجالس وفي التنظيمات النسائية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. هي حاضرة في ساحات القرار ضمن مجالس الإدارة الذاتية بنموذج الرئاسة المشتركة، تنشر نهج المرأة الحرة ذات الإرادة والهوية الخاصة بها، وتناضل لأجل بناء امرأة حرة ومجتمع حر. لذلك قامت المرأة بتشكيل تنظيم خاص بها بتأسيس اتحاد ستار في 15 يناير 2005 ليكون ممثلا للنساء في روجافا. توسع هذا الاتحاد في نضاله رغم الضغوطات والتهديدات من النظام البعثي الذي لجأ إلى اعتقال النساء الناشطات في اتحاد ستار والحكم عليهن بالسجن لسنوات. كانت هذه هي المرة الأولى في سوريا التي يتم فيها اعتقال النساء السياسيات الكرديات، وما تزال أغلبهن مستمرات. كانت هذه هي المرة الأولى في سوريا التي يتم فيها اعتقال النساء السياسيات الكرديات، وما زالت أغلبهن مستمرات في النضال ضمن مؤتمر ستار، وهو الاسم الذي اتخذته المنظمة بعد توسعها. لقد كان اتحاد ستار رائدا في دعم ثورة المرأة في روجافا وشمال شرق سوريا. وأشدد على أهمية هذا العمل في وقت عاظمت فيها القضايا والأزمات الاجتماعية في الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام، وفي فترة تكاثفت فيها بالمقابل طموحات وعمليات البحث عن الحلول الجذرية. لذلك أثمن الجهود التي نبذلها نحن كنساء روجافا شمال وشرق سوريا لإيجاد الحل لهذه القضايا. طبعا مثل ما ذكر القائد عبد الله أوجلان، لا يمكن التعريف بشكل صحيح لأي مشكلة ما لم يتم الغوص في مصدرها ومنبعها الأساسي، ولا يمكن البحث عن الحرية إلا في مكان التي أضاعت فيه أو فقدانها. لذلك إن نظرية الثورة والثورة المضادة التي طرحها القائد والمفكر عبد الله أوجلان قد أنارت درب النضال حرية المرأة بشكل كبير، ومن خلال تشخيصه الذي يقول إن قضية حرية المرأة تشكل منبع كل التناقضات الناجمة عن القضايا الاجتماعية العالقة، وكمان إلى ضرورة البحث عن حل ضمن إطار الصراع الجنسي. طبعا الرفيقة رمزية ذكرت العديد من الإنجازات والمكتسبات في ثورة المرأة، ثورة شمال وشرق سوريا.
طبعا لا يمكننا نسيان هذه الكفاح والنضال. طبعا بكفاح ونضال العديد المئات أو الآلاف من النساء شمال وشرق سوريا، كمان نساء كردستان، شرق الأوسط والعالم، تم تنظيم العديد من التنظيمات في شمال شرق سوريا من التنظيمات والجمعيات والرابطات على مستوى شمال وشرق سوريا، ومنها اتحاد نساء السورياني، منها كمان مجلس المرأة السورية، تجمع نساء زنوبيا، مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، منظمة المرأة، وقفة المرأة الحرة. وطبعا هناك العديد من المكتسبات التي حققتها ثورة المرأة من الناحية الاجتماعية والدبلوماسية والسياسية والعسكرية. وكمان فينا يعني لو نذكر المكتسبات والإنجازات التي حققتها المرأة داخل ثورة المرأة، فيمكننا الوقت يعني طول في الوقت، ولكن أود أن أقترح العديد من المقترحات لحماية مكتسبات ثورة المرأة في هذه الجلسة، وهي علينا حماية مكتسبات ثورة المرأة. طبعا نحن دائما عم نذكر انه حماية مكتسبات ثورة المرأة اساس، ولكن في هذه الفترة علينا اكثر حماية مكتسبات ثورة المرأة. ثانيا العودة الى الذات. طبعا قائد عبد الله أوجلان لما بيذكر ثورة المرأة، لما بيتحدث عن القضايا العالقة والناجمة عن الثورات العالمية، ثورات الشرق الأوسط، ثورة المرأة، بيذكر إنه حقيقة المرأة، إنجازات المرأة تتحقق بالعودة إلى الذات. فنحن كمان بنذكر إنه العودة إلى الذات موضوع مهم جدا للمرأة، كمان دعم انضمام إلى قوات العسكرية، منها اليبجة والحماية الجوهرية والأصايش المرأة وسوطورو وجميع القوات الأمنية التي تحمي مكتسبات ثورة المرأة. كون دعم يبجة بالأخص أو ذكر يبجة هي من تحمي في الدرجة الأولى جغرافية شمال وشرق سوريا ومكتسبات المرأة على جميع مستوى العالم. وشكرا لكم. ذاتها ولبقية النساء، وكانت على الخطوط الأولى من الجبهات الإرهاب والظلم والاستبداد بروح الثورة. انطلقت المرأة الكردية النبيلة من أجل تحرير جميع النساء، ونحن كنساء أرمنيات عانينا من الانصهار والشتات والإبادة، إلا أن فتحت الثورة أبوابها لكي نكمل الطريق ونحرر ذاتنا من التقيد الذي فرض علينا. تحية لكل شهيدة في ثورة روج آفا، لأنه نحن قدمنا تضحيات ومقاومات كثير كبيرة، من أصغر شخص بالمنطقة إلى أكبر شخص، نساء كانوا أو شبابا أو هرميين أو أطفالا من جميع مكونات المنطقة، كردا، عربا، سريانا، آشورا، أرمن، كلدان، إيزيديين، تركمان، من كافة مكونات المنطقة وأديان المنطقة. فطبعا هاي التجربة وهاي المنجزات لازم دائما نطرحها على الرأي العام، على حركات النسوية، لأنه هاي تجربة كتير كبيرة. تجربة المرأة، الحياة الحرية راح تكون هدف لبناء تطوير واتحاد النساء بجميع أنحاء العالم، وكمان لتشكيل اتحاد يقدر يحمي مكتسبات الثورة، ويقدروا باتحادهم كنساء يشكلوا سلام وعدالة ومساواة بجميع أنحاء العالم. وشكرا لكم. ديمقراطية. وأيضا نجد نظام الكوتا متساوي، وهذا فريد من نوعه في العالم، بالإضافة إلى قوانين المرأة التي وضعتها المرأة في الإدارة الذاتية. أيضا دور وبيوت المرأة وجدت الحل للمشكلات التي تواجهها المرأة ضمن المجتمع والعائلة، والكثير من المشاكل المرأة الموجودة في المحاكم. إذ تتدخل
وشرق سوريا انطلقت بريادة المرأة الكردية، ونستطيع القول إن ثورة روجافا عرفت بثورة المرأة، كونها كان تمثيلا أنثويا وبريادة نسوية بامتياز. أضحت النساء الكرديات المؤثر لانتشار هذه الثورة في شمال وشرق سوريا، فاعتمدت على تاريخ نضالي يمتد لعقود طويلة، واستندت على سلسلة طويلة من الثورات والعصيانات التي اتخذت فيها المرأة الكردية مكانها من رندخان إلى يومنا هذا. كمسيرة ماراثونية سلمنا مشاعر الثورة لبعضهن تباعا. المثال الحي والبادئ للعيان في يومنا هذا هو تنظيم ياجستار، فخلال أكثر من 40 عاما الآلاف من نساء الجريلا عشنا أصعب الظروف أمام هذه هجمات الإبادة عليهن، وبكل إرادة وجسارة تقمنا بالنضال في سبيل حماية وحقوق وحرية المرأة أينما كانت، وصنعت ميراثا تاريخيا ضخما استطاعت من خلاله ترسيخ نهج المرأة من الناحية الإيديولوجية والفلسفية، وترسيخ حياة جديدة حرة للمرأة، كذلك من الناحية الثقافية والأخلاقية، فقد خلقت معايير وأسس جديدة وقويمة حتى يمكننا القول بأنها ثورة من الناحية الفكرية والثقافية، وخلقت شخصية جديدة معها. ومن الناحية الفكرية أظهرت معنى الحياة الاستقلالية والحرية. هذه الشخصية جلبت في نفسها كافة أسس ومبادئ المرأة الحرة، حيث أظهرت ثقافة جديدة. فرندخان كانت امرأة واحدة لكنها خلقت ثقافة جديدة من المقاومة بمقولتها حين قالت: لا وجود للخيانة في جينات المرأة الكردية، ولم تسلم نفسها للاحتلال العثماني. وها نحن الآن كنساء في شمال وشرق سوريا كوحدات حماية المرأة نستلهم من هذا الميراث النضالي والمقاومة البطولية للمرأة منهم التجارب والدروس حتى نستمر في نضالنا ومقاومتنا أمام أعتى الهجمات. عندما بدأت الثورة هنا قيمت المرأة الوقائع جيدا، فعلمت أنه لا يمكنها أن تنجح إذا نظمت نفسها من ناحية واحدة أو امتلكت قوة أو جيشا عسكريا، وبنفس الوقت لا يمكنها أن تكون قوة سياسية فقط، بل أوجدت لنفسها خارطة طريق موسعة وشاملة لتنظم نفسها على أسسها في كافة الصعد والمجالات، وتسعى لبناء مجتمع ديمقراطي يكتنف العدالة الاجتماعية والمساواة وحرية الجنسين أساسا لها. هذه النقطة كانت الفارقة في خريطتها واستراتيجيتها المعتمدة، كونها كانت تعلم أنه بدون ديمقراطية وتنظيم المجتمع لن يتحرر المجتمع من الذهنيات المتعششة ضمنه، وبدون حرية المرأة وتحويل طاقاتها الكامنة لطاقة فعلية لن يتحرر المجتمع وسيظل معاقا. هذه العلاقة الطردية والتناسبية ومن الناحية الإيديولوجية صنعت شخصية المرأة الجديدة، المرأة القوية الحرة صاحبة الإرادة والفكر، كونها تعلم أن هذه الثورة نجاحها مقترن بريادة المرأة ذي الجوهر الحر، لذا حرصت على تطوير هذه الشخصية وتنظيمها من شوائب العرق والعادات الرجعية التي لفتها بلفافها لمراحل تاريخية، كمهد طفل لا يجب عليه أن يكبر ويتخلص منه ويرافقه للممات. المرأة نظمت نفسها لتكون القائدة على كافة الصعد، فقط قوتها الجوهرية هي التي تحميها، وهذا التخانق أصبح سببا لقتل الكثير من النساء، فقد تم قتل وسبي وبيع النساء في أسواق النخاسة. أثبت حينها للعالم أن الدول والنظم لا يمكنها أن تحمي المرأة، بالتالي هنا أثبتت المرأة أنه لا يحملها سوى قوتها هذه كلها، كانت مسؤوليات تقع على عاتقها. موضوع المقاومة التي ظهرت من قبل المرأة الكردية لم تحدث ضجة في سوريا وفي شمال وشرق سوريا أو الشرق الأوسط فقط، بل على مستوى العالم أجمع، إذ أن ثورة المرأة الكردية في البداية ونهجها
واتخاذها نموذجا جديدا للدفاع عن المرأة الحرة، أضاف استنتاجا عمليا وواضحا بأن الحدود لا تفرق بين النساء، وأثبتت أن هذه الثورة ملك لجميع النساء. ومثال ذلك حصول كافة المكونات على التسهيلات اللوجستية والمادية والمعنوية والتدريبية للنساء على يد المدربات الأوائل للوحدات. إذ أن النضال والثورة بعد اجتياز حدود نجابة وتوسعها على مستوى الشمال والشرق سوريا، نرى بأن المرأة العربية السوريانية التركمانية والأرمنية وبكافة المكونات انضممنا إلى صفوف الحماية وكونا لأنفسهن قوات خاصة بهن لتستطعن الدفاع عن أنفسهن أمام الهجمات التي تواجه المرأة بحد ذاتها. كان من مكتسبات الثورة هو أو تشكيل مجلس المرأة السورية للأزمة التي مرت بها المنطقة. كان لابد من تشكيل مجلس المرأة السورية لتعميم ونقل هذه التجربة الديمقراطية لجميع مناطق ومحافظات الجغرافية السورية. فماذا يجب علينا نحن العمل حتى نحافظ على مكتسبات الثورة؟ يجب أن نعمل على تطوير وتشجيع الحوار، تطوير العلاقات بين جميع التنظيمات النسائية، بين جميع الأطراف، بين جميع القوى النسائية، حتى نستطيع الحفاظ على هذه المكتسبات ونقل هذه التجربة الديمقراطية. يجب أن نعمل على التناغم في النسيج السوري، خلق تناغم في النسيج السوري عن طريق تشجيع الحوار، التقارب بين جميع الأطراف النسوية. ويجب أيضا أن نجد حلول لجميع المشكلات التي تمر بها المرأة عن طريق الحلول السلمية. فمن صفات المرأة هي دائما تحب الصلح، لهذا يجب على المرأة أن دائما تبحث عن الحلول السلمية لكل المشكلات التي تمر بها المرأة، وخاصة الأزمة السورية. كيف نستطيع فعلا حتى نستطيع حماية مكتسبات ثورتنا؟ يجب أن نحافظ على حقوقنا في الدستور السوري الجديد. رنگ شورش ما خوشی کرنا، بهیز کرنا، بقوت کرنا، بباوری رو تبیجن شورش ما شورش جنش بر مکتمله به همو اندام الخال. آدی دیپلماسی با، آدی سیاسی با، آدی لشکری با، آدی آبوری به همو آوای با شورش جنه بیرنگی تناس کرن شورش جنه. یعنی دما کو تجانب کی کیم به هلی جانبی دی تمام بکی هدو تمام نکی کو ته همه بهبور نوی تمام کرن. دیگری چشمت خواستن یا اساسیا گریم دست پکی پاراستن جبر چه ما روشة هغالي ما أفغانستان ديتن. يعني بتشر رنجي حتى مساج برشان النابي خوانا قوتن رنجي كي بشارتي تاني نابي رخصنا خدانا ديار كرن. يعني روشة كي قدكي خراب دانا روشة كي كو 20 صالة أمبيجن تحالف الوربو 20 صالة شورش كرن 20 صالة ملاتا كي قهاب واستقرارية خوا نقضا روج وشبكة دا بريارة كي ديسا ناف دولتي أو قل فقران نقطة صفري 6 صالة باجة هذا فقران دن جبرتي عند بيجن أمي جركا مكتسبات خا بباريزن ومازن بكن جبوكو أن نفقرن بفيرا وشافون ها كلمة أنجي ملتي أفغانستاني وجنن أفغانستاني كتن بويرا وشيدا دما كون ها أن روشة لبناني دبينن روشة باشور دبينن روشة كو هاوير دوري كل جمع دين جيان كرن روشة سوريين كون ها دهندري لجيمة دجيان دكن جنن سوري كو دهندري مناطق معارضة دجيان دكن وروشة أمبيجن شورشة جنيك ونغيرو باكور وجلاد السوري تي مشاندن مكتسبات هات نجه بيمانا جباكي جراشتنا سلاح جهيزانا جحمو دسكرتين هي لدما المقارنات كنت تزاني إلو إيدولوجيكو سيستمك وذهنيتك هي هاي فيها استجبو يجبو باراستنا وذهنيتك شمتي خواستن جركا أم دآلية مزن جرنا هيزن خوي لشكري جركا أم مزن بكن. يعني أم يقال وما قالك جهاده حوالي البر ريبابرين بارتيانا ريبابرين سازيانا ريبابرين